ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده معانا مشكلة. بنوتة مخطوبة بقالها 6 شهور. دايما هي اللي بتبدأ بالسؤال، ولو ما سألتش يومين تلاقيه ساكت. لما تزعل وتواجهه يقول لها ما هو الشغل واخدني، انت عارفة اني بحبك، لكن مفيش اهتمام فعلي ومفيش مبادرة. عايزة اقولك على حاجة، ان ده مؤشر بعدم الجدية او قلة المسؤولية. غياب المبادرة المستمرة، لو دايما انت اللي بتسألي ودايما هو عنده عذر، يبقى مش بيبذل مجهود حقيقي. شوفي رد فعله لما تبعدي شوية، هل بيلاحظ ويجي يتكلم ولا الدنيا عادي بالنسبة له؟ نظرتك في عيون وقت الزعل، الشخص الجد فعلا بيتوتر لو حس انك زعلانة بجد، وبيحاول يحتويكي حتى لو مش بيعرف يعبر بالكلام. هقولك على الحل، اختبريه بدون كلام. ابعدي يومين 3 من غير ما تفتحي موضوع. شوفي هو هيسأل ولا لأ. اللي مهتم حقيقي هيلاحظ وهيحس وهيبادر. اتكلمي معاه مباشر من غير لوم. قوليله مثلا أنا بحب التواصل والمشاركة، بحس بالأمان. راقبي فعله بعد كلامك، مش رد فعله في وقتها. الناس بتعرف ترد بالكلام الحلو، لكن الفعل لما يحاول يتغير. قوليله بشكل هادي وبسيط أنا مقدرة إنك مشغول، بس التواصل اليومي حتى لو بسيط بيفرق معايا جدا. لو ده مش من أولوياتك دلوقتي، محتاج نراجع احنا متفقين على ايه. ليه ده مهم؟ علشان أوقات الشخص مش بيكون عارف إن اللي بيعمله بيوجعك، لكن لما تحطي حدود واضحة من البداية بتكوني بتحمي نفسك وبتعلميه طريقة للتعامل الصح. هقولك على موقف دلوقتي تعرفي منه إن هو جد ولا لأ. لو حصلت مشكلة بينكم وسكت شوية وشفتيه بيراجع نفسه وبيجي يهدي الموضوع مش بيزود المشكلة، ده شخص بيتصرف برجولة وحكمة. وإن شاء الله الفيديو اللي جاي هقول لكم إزاي تعرفوا إن خطيبك جد ومسؤول. هقول لكم على 10 مواقف تكشف لك الحقيقة.